ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. فيديو جديد وحلو، وكان حلو، كان تحفة. وكنت بقول لكم عندنا حيطة وهقدم لكم بقى المكونات. الفرع ده كنت جايبه الواحد تقريبا ب10 جنيه، جبت 3 او تقريبا يا رب 2، معرفش. هو كان من العتبة وكان رخيص، يعني ارخص من المكتبات اللي هنا. كنت فرحانة جدا ومبسوطة، وكنت هقول بقى كل سنة واخواتنا وجيراننا وحبايبنا الأقباط بخير، وعيدهم طبعا جاي، وكنا عايزين نعمل لهم حاجة بمناسبة عيدهم توفر عليهم الشجر اللي أقل شجرة فيه ب700 جنيه دلوقتي. وأدواتنا هي مادة لاصقة اللي هي الدبل فيس يعني. وشايفين النشاط اللي انا كنت فيه، كنت اقول لكم تعالوا شوفوا ويلا ومش عارف ايه. وقبل ما نعمل اي حاجة هنجيب فوطة مبلولة مية شوية مندية كده، يعني معصورة كويس، وانا بمسح الحيطة عندي عشان تبقى منورة كده، لان الحيطة دي في الطرقة اللي هي من المطبخ للحمام، فايه تحسوا ان هي اكتر حاجه بتتبهدل بسرعه، الحيطان فاتحه. فالمهم يعني، على بال بقى ما انضف انا في الفيديو الحيطه، هحكي لكم على اللي حصل لي في الفيديو ده. بصوا يا جماعه، انا كان كل نشاط وحيويه ومجهزه للفيديو ده، وجايبه حاجات عشان اقول لكم ان احنا نقدر بدل ما نشتري الشجره ام 800 جنيه 700 جنيه، وطبعا نجيب لها اكسسوارز بقى بكمان 200 300 جنيه، 200 300 لو الشجره كبيره هتبقى الاكسسوارز اصلا ب1000 جنيه. ف حسيت ان انا عايزه احتفل، يعني قصدي اعمل لكم حاجه تحتفلوا فيها باقل الاسعار. بس للاسف يا فرحه ما تمت، التليفون بدون اي مقدمات، والله العظيم بدون مقدمات، ولا كان بايظ ولا كان هيفصل ولا كان فاصل. الفيديو كان شغال وفصل فجأة. فانا حرفيا يعني في قمة الإحباط، بس أنا يعني مش متعودة أبقى محبطة كتير. فكيتها وعملتها من الاول، بس اول مره كانت حلو، وكنت واخده مقاسات، وكنت قاطعه كل حته لزق ولزقاها. لكن انا المره التانية لزقت على اللزق اللي كان محطوط. وانا محبطه كده، فالرسمه في النهايه ما طلعتش زي الرسمه الاولى. طبعا اي حد مكاني هيصاب بخيبه امل، لان هو عامل فيديو حاجه حلوه، حاجه كنت تعبت يا سلام. حركات توم اند جيري، او طفله في نفسي. شايف وحياة ربنا كان كل سعادة ومبسوطة جدا بالفيديو. كنت بغني لكم أستاذ صفاء أبو السعود، اقتبست أو الوحي بتاعها نزل عليا، وكنت بقول لكم أصحابي وصحباتي هنا ومحلك سر. كنت مبسوطة. ماشي. كده كده متعودين ان احنا بنبسط نفسنا بأقل القليل، يعني فأقل ده اللي حصل ده أقل من أقل القليل. بصوا أنا هبدأ. شايفين الطاقة؟ طاقة وحيوية. الحمد لله طبعا، يعني مش بحب بس مجهودي يروح على الارض. ودي مش اول مره تحصل معايا برضو بدون اسباب، انا مش فاهمه في ايه. معمول لي عمل في التصوير تقريبا. ما علينا، الحمد لله على كل حال. زي ما قلنا ان احنا مش هنحبط، هنعيد من الاول. وانا عايزاكم بقى تشجعوني وتقولوا لي ان هي جامده جدا وتسلم ايدي وكتر خيري وكويس ان انا ما زعلتش وما اتضايقتش والكلام ده. معلش، تشجيع سقفه بقى. انا هنا اخدت مقاس الحته اللي احنا هنطلع فيها فوق المفتاح. ده كان الشكل اللي انا اكتشفت ان هو ما تصورش، اللي انا قعدت فيه مثلا نص ساعه او اكتر. والله كان جميل، كان جميل. وعلقت كل حاجه وقصقصت ولزقت وركبت ركبتهم كلهم في بعض. هما من جوه فيهم كده ملفوفين على حديد رفيع قوي 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 قوي، فالحديد ده لزقتهم كلهم في بعض يعني. المهم هنلفها تاني. يعني شايفين مكان اللزق اللي على الحيطة؟ شايفين وانا بقطع شغلي عمايل ايديا وحياة عينيا، يا لهوي عليا. اتحسدت. لا 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 لا. التصوير بتاعي اتحسد، جودة التصوير البروفيشنال بتاعتي اتحسدت. القلقاس جابنا الارض. بصوا هنا كنت باخد نفس وبقول لكم نعيد من الاول. بصوا شايفين اتحولت، عندي قدرة على التحول. سبحان الله. رياكشن وشي بيعرف يعكس عكس اللي جوايا. الحمد لله والله. والله العظيم انا جدعة. بعد ما الحبل الطويل ده بقى طويل زيادة عن اللزوم كده، كان الاول بقى قطع، وانا بعمل بربط. هنبدأ بالحتة اللي فوق دي.
انا حتى هنا 2 دبل فيس عشان اثبت اللي هو ايه، حاجه شبه اللي هي رأس يعني، فاهمين؟ بعد كده هنبدأ نعمل، شايفين الحاجات دي انا ملزقاها بعد ما عملت الشجرة، الكور دي للأسف، يلا الحمد لله. هنبدأ نعمل كل ما اعطل ابص للكاميرا واضحك على اساس ان انا بدي نفسي طاقه ايجابيه وكده يعني. رحت دلوقتي اطمن اشوفه بيصور ولا لا، عشان خاطر انا ايه، اي غلطه كمان كنت هطلع لايف اعيط. انتوا حرين، انتوا ما شفتونيش قبل كده وانا بعيط، لو فتحت في العياط وربنا ما بقفل، بس وبسبب ومن غير سبب. هنشيل بقى كل ده وهنبدأ نرسم رسمة الشجرة. هدي على مراوحك يا قلبي، هدي، بعد الفيديو هنروح ناكل بطاطا تاني، ما تزعليش نفسك. ايوه، ونعمل بقى زجزاج، ايه رسمة الشجرة بالظبط. الزجزاج هو ده رسمة الشجرة، مش اللي انا عاملاها هي اللي رسمة الشجرة، عشان محدش يجي يقول لي دي ملهاش اي علاقة بالشجرة. لا، انا يتقال لي برافو، شكرا، وشطورة وأمورة، وكتر خيرنا اخوات وأمة عربية واحدة ومصريين وبنفكر في بعض، بس مش عايزة اسمع غير كده. حاول بقى الف الجروس. انا في الفيديو الاولاني العرف ده كنت، وانا لما باجي قبل ما الزق يعني كنت ببرمه كده عشان يدي فوليوم، البتاع اللي فيه دوت يبقى ايه، منفوش كده ويدي فوليوم. دلوقتي مش عارفه ابرمه، انا بظبطه على ظبطه الحاجات اللي جواه، لان انا رابطه الحاجات دي يعني برخامه، ال ال الحته بتاعه الربط بتاعتهم، لان هما بيتعلقوا مش بيتربطوا، لكن هنا انا ربطته. على فكره تقدروا تدخلوهم جوه الحبل قبل ما تلفوا، دي فكره جات لي بعد ما انا ربطت وبعد ما لزقت. بصوا هنا بحاول انقذ ما يمكن انقاذه. ايوه، البرمه دي اللي انا ببرمها دي، طبعا اللزق عشان اتلزق عليه مره فعماله اضغط عليه جامد عشان يمسك. الاجراس بقى، جايبه اجراس بقى طيب هقول لكم على سعر الجرس ده، العلبه فيها 12 واحد وصغيرين جدا جدا ب35 جنيه، قدهم مرتين ب20 جنيه في العتبه. يا ريتني جبت من العتبه، والله قعدت مخي كان عمال يقول لي يا بنت هاتي، مخ التاني يقول له ايه، اصل انا عندي 2 جوه مخين بيتكلموا ويردوا على بعض، يقول له احنا فين والكريسماس فين يا عم. فالمخ الغبي انتصر، ما خلانيش اجيب حاجه فما جبتش، بس جبت بقى الفروع دي، الواحد ب35 هنا في المكاتب يعني، انا جبته ب10 او مش فاكره والله، تقريبا الاتنين ب15، حاجه في الرينج ده. المهم يعني والله الشجره لطيفه برضو، بس الاولى كان متعوب عليها، فعارفين لما تعبك يضيع بتبقى حاجه رخمه جدا. هنتعلم بقى من الدرس ده ايه، نتعلم حكمه. لو قعدنا نبكي على اللبن المسكوب مش هنكمل حياتنا ومش هنعيش، فاللبن المسكوب نمسحه ونعمل غيره ونصب غيره. ليه بقى؟ عشان لازم نعمل موف اون بسرعه. انا يعني بعمل موف اون من الزعل بسرعه، حتى لو جوايا اثار ليه، ما هو كده كده لازم يبقى جوانا اثار ليه، ما احنا مش حلاليف برضو، فاهمين؟ اكيد بنتاثر، بس بسرعه اعدلي مودك، اعدلي وشك، اعملي نفسك فرحانه لحد ما تفرحي، اعملي نفسك ناسيه لحد ما تنسي. تناسوا عشان في الاخر تعرفوا تنسوا، هتفضلوا تفكروا في الموضوع وتعيطوا زي ما انا كنت هعيط من شويه كده، بس لحقت نفسي. مش الندم لا يفيد للأسف، الندم ما بيفيدش، بالعكس بيضيع منكم فرص تانية. انا هنا خلصت. على فكرة انا قلت لنفسي خلاص هشيلها خالص وهشيل اللزق اللي على الحيطة وهروح صور اي فيديو تاني، بس رجعت قلت لأ، ليه؟ انا حاجة مبسوطة بيها وعايزة ابسط الناس بيها، ومش على فكرة مش اخواتنا المسيحيين بس هم اللي بيتبسطوا، في مسلمين كمان بيعملوا نفس الحاجات معاهم. في مسلمين صحابي بيشتروا شجر وبيشتروا، والشركة عندي كلها مسلمين، ما كانش فيه ولا واحد مسيحي، وكنا برضو بنعملها للكريسماس وكده. ففي ناس كتير بتحتفل بالمظاهر دي، فالمظاهر الاحتفال مش مقتصر على حد، وفي نفس الوقت ما حبيتش سوري اطفي فرحتي او بحاجة او اضايق نفسي او احس ان انا مجهودي ضاع او الكلام دوت. لا، حبيت اكمل فرحتي، وهنا كنت منتصره بالانتصار العظيم ده وباخد فوتو سيشن. ده انت بتعملي ايه؟ ده حاجات فرعوني، لكن ده كريسماس يا ماما. ما علينا، دي مظاهر احتفال، احتفلوا بالطريقه اللي انتوا عايزينها يا جماعه، واتبسطوا وعيشوا، وقولوا لي ايه رايكم في النهايه.
واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، وتعملوا شير وفولو ولايك وسبسكرايب. باي.